وانا قافل عليه كل الممرات. شفت كل الكلام اللي انا كل ده انا قافله. ايوه العسكري قافل ديت، هو ما فضلوش بس غير كش فقط. تمام. طبعا النقطة اللي تحت دي برضو مقفولة بالملك. ايوه كش ملك مات، انتهى. هنا بقى الدور على الاسود. تمام. هو بيهدد لي القصة كلها، اللي هو بيهدد لي الفيل. طيب خلاص انا هاكل الفيل. فيل قصاد حصان، وانا ما زلت مهدد له الفيل بتاعه. ايوه ده الفيل ده، العسكري ده اللي هو اي 5 مهدد الفيل بتاعه، والعسكري بتاعه مهدد الفيل بتاعه. طب خلاص، بس انا في نفس الوقت برضه الفيل بتاعي ده ممكن اخسره قصاد عسكري، قصاد حصان. تمام. هاكل الحصان. لو هو حاول يعوض الخساره بتاعته ديت، انا هاكل فيله. يبقى انا كده اكلت. طبعا هو دي لعبه اجباريه برضه، لان هو هيضطر اللي هو ياكل لانها بكش. مظبوط. ايوه. بس كده اهو، البازل خلصت. هنا بقى هو فتح الجناح بتاع الملك. هو طبعا كان خايف ان انا اديله كش ملك مات بهتلر. تمام، لان الحصان قافل عليه الزاويه دي. بس هو هيطلع، هديله انا كش ملك من اتش 4، لان هو فتح جناح الملك. وبالتالي هو هيضطر اللي هو يغطي بالعسكري. مفيش مشكله خالص، هياكل. طبعا هو لو ما كلش هنا يا جماعه كارثه بالنسبه له يعني. لازم هياكل. هنا زي ما انتم شايفين طريقه التفكير والاستراتيجيه بتاعت التفكير، اللي انا دايما بحاول اللي انا ادور على اقرب كش، وادور على اقرب مات ليا، بحيث ان انا انهي الدور. تمام. هنا عندي زي ما انتم شايفين الملك محاصر، بس مش حصار كامل. طبعا هيضطر اللي انا لو اديته كش بالوزير من مكان غلط، هضطر هضيع انا بقى الايه، الحصار اللي انا كنت عامله ده. تمام. فانا هبدأ بكش من اتش 2 او اتش 6 اسف. هو هياكل ده، كل ده لعب اجباري. هديله كش تاني، طابية من تحت من جي 1. يعني لو اديته طبعا من اتش 3 هياكل، هياكل طابيتي. وانا عملت من هنا برضو. انا بفكر في كذا مكان، كذا مكان ينفع اعمل له كش منه. هنا ميل اتش 5 ميل، اتش 4 ميل، اتش 1 ميل بالوزير. عندي برضو كش تانية من اي 6 افضل شوية، لكن الطابية اعتقد ان هي افضل شيء يعني، ان كل الحركات التانية دي كانت هتبقى ملهاش اي آه، معنى. جينا بقى يا جماعة للبازل اللي جاية ديت. هو عامل لي كش بالطابية. عندي حل ان انا اكل طابية، اديني كش تاني، اهرب بقى. بس اهرب بقى فين؟ عندي اف 1، اف 8، اف 8، وعندي اتش 8. دايما امشي اهرب. طالما انا وزير واقف قدام دماغي كده، يبقى لازم اهرب، امشي بعيد عنه، ما ازنقش نفسي. طيب الزنقه دي ممكن تعمل لي ايه من الجيم؟ ممكن هو في اغلب الاحوال ان انا همشي ههرب، بس لازم ابص هل الهربه دي هتسلكني خالص، ولا الزنقه اللي انا ممكن ازنقها لنفسي ممكن بعد كده اغطي بفيل، اغطي بطابيه، اغطي بحاجه، وبالتالي انا ما ببقاش اتزنقت بقى، هو اللي اتزنق. اه انا في الحاله دي انا كل القطع بتاعتي بعيده عن الملك. فالحل الوحيد والطبيعي اللي انا اهرب. الهروب من المعارك مش هروب. الهروب اللي بيؤدي للهزيمة هروب من الحرب كلها. إنما المعارك الصغيرة اللي أنا ممكن أناور بيها أو أناور بالهروب، فدي مفيش مشكلة فيها خالص. باخد وقت طويل في التفكير في الحل. هتشوف أنا عندي اختيارين، أشوف الاختيار ده لو أنا اتش 8 كويسة، إيه اللي بعديها؟
مش كويسة وهكذا. بس زي ما قلت لكم هنا ده هيبقى فيه هروب. هنا عندي حصان ممكن يدي كش للملك بشوكة ويدي الوزير، بس العقبة الوحيدة أيوه الحصان. العقبة الوحيدة هي الحصان. طيب أنا هعمل إيه؟ مضطر إن أنا آكل. طب هو لو كل يبقى أنا خلاص عملت الشوكة، يبقى أنا كده إيه؟ كلت وزير وحصان قصاد وزير. أيوه مظبوط كده، كش شوكة اتحرك آكل. بعد كده بقى هرقي بقى. طيب هو كان الحصان بتاعي هو اللي عليه الدور، تمام. أنا الأسود. آه طبعا زي ما اتفقنا احنا بندور على الكشات. ازاي اعمل كش؟ طيب لو انا مش هعرف اعمل كش، لو انا مش هعرف اعمل كش للملك او ملهاش قيمة، فيبقى الدور على اللي بعده، اعمل كش للي بعده، القطعة اللي بعده. القطعة اللي بعده اللي هي الوزير. طب لو مش هعرف اعمل وزير يبقى القطعة اللي بعده اللي هي الطابية. انا عندي هنا اكل الطابية ببلاش، بس عندي كمان تهديدة وزير